السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن مؤسس عيلة أديب. هنتكلم عن عبد الحي أديب. صلى على النبي. كل من النبي يصلي عليه. ويلا نحكي الحكاية. عبد الحي أديب هو عميد وشيخ كتاب السيناريو في مصر. اتولد سنة 1928 في المحلة الكبرى، في أسرة متوسطة. يقضي أيامه في الشتاء في المدرسة، وفي الصيف بيشتغل في مصانع الغزل والنسيج زيه زي كل ولاد وشباب المحلة الكبرى. من وهو صغير بيحب الفن والتمثيل. وهو لسه في المدرسة دخل فريق التمثيل، دخل المدرسة الثانوي، دخل المدرسة الصنايع، دخل قسم نسيج، برضه انضم لفريق التمثيل. خد عبد الحي دبلوم الصنايع قسم نسيج، بس هو كان شكله كده غاوي دراسة، لأن بعد ما خد دبلوم الصنايع دخل كمان معهد التربية الفنية اللي اتخرج منه، واشتغل مدرس تربية فنية في مدرسة ابتدائي، وبعد كده مدرسة إعدادي. اكتفى بكده؟ لا، دخل المعهد العالي للفنون المسرحية. مش بقول لكم غاوي دراسة؟ كان عايز يدخل قسم نقد في المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن بالصدفة قابل زكي طليمات اللي نصحه يدخل أحسن قسم تمثيل. وفعلا اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1956. بدأ حياته مساعد مخرج للمخرج الكبير يوسف شاهين. أما أستاذه أبو سعود الإبياري فده خد بإيديه وساعده وأشركه في كتابة عدد من الأفلام اللي كان بيشتغل عليها. سنة 1958 بدأ أفلامه بكتابة امرأة على الطريق، وبعد كده كتب فيلم باب الحديد اللي اشترك بيه في مهرجان برلين السينمائي الدولي. طبعا زي ما احنا عارفين فيلم باب الحديد علامة من علامات السينما المصرية. عمل هو والمخرج الكبير ناجي مصطفى ثنائي ناجح جدا، اشتغلوا مع بعض أكتر من 30 فيلم، من بينهم سواق نص الليل وسلطان أبو حديد. تخيلوا إن رصيد عبد الحي أديب فوق ال 200 فيلم، ومنهم كتير قوي من الأفلام اللي ليها بصمة في تاريخ السينما المصرية. لو عدتها لكم أو قلنا نبذة منهم مش هتتخيلوا: الخبز المر، بيت القاضي، البدروم، أم العروسة، باب الحديد، امرأة على الطريق، قافلة الزمان، سيدة الفندق. أعمال كتير قوي تعتبر أعمال بارزة في أرشيف السينما المصرية كلها من إنتاج عبد الحي أديب. عارفين فيلم أم العروسة؟ هو الفيلم الوحيد المصري اللي وصل للترشيحات النهائية كأحسن فيلم أجنبي في جائزة الأوسكار. من كتر جماله وحلاوته وبصمته أعيد تمثيله باللغة الهندية واللغة التركية. كمان عبد الحي أديب أول من أدخل نظام الورشة في كتابة السيناريو، وضم ساعتها ليه عدة كتاب من ضمنهم أحمد عبد الوهاب ورؤوف حلمي. حصل كمان على عدة جوائز بالنسبة كأحسن سيناريو زي فيلم سعد اليتيم وفيلم ديسكو ديسكو. أما فيلم باب الحديد فدخل بيه مهرجان بيروت الدولي ومهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي. كمان عبد الحي كان أحد مؤسسي جمعية كتاب السيناريو اللي أسست في منتصف السبعينات، وخرج من تحت عباءتها مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسكندرية السينمائي. خلال مسيرة عبد الحي اشتغل مع كوكبة من المخرجين زي يوسف شاهين، عاطف الطيب، نيازي مصطفى، هنري بركات. عبد الحي اتجوز من السيدة بسيمة محمد الفخراني سنة 1949، وأنجبوا 3 ولاد كلهم مشاهير: عماد الدين أديب، عمرو أديب، وعادل أديب. بالمناسبة عادل أديب قام بإخراج آخر فيلم لوالده وهو ليلة البيبي دول. الحقيقة إن الأرشيف الفني لعبد الحي أديب أرشيف فني كبير قوي وحافل بالأفلام والمسلسلات، وترك بصمة خاصة في تاريخ السينما المصرية. عبد الحي قلبه كان تعبان وسافر سويسرا عشان يتعالج ويعمل عملية في القلب. ده كان سنة 2007، لكن للأسف توفاه الله هناك ورجع مصر، وخرج جثمانه من مسجد مصطفى محمود. ودي كانت نبذة صغيرة
عن حب الحي أديب عميد وشيخ كتاب السيناريو في مصر، وأنا أختكم همسة ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. إلى اللقاء.